رمضان كريم مع دكتور كريم. تاني ولد ازاي تحملي بولد؟ يا دكتور انا عايزه الطريقه او عايزه العلاج اللي بيخليني احمل بولد. هل في طريقه معينه او اكل معين بيخليني احمل في ولد؟ ورقه وقلم اكتب معايا ست الكل. قبل ما اتكلم ازاي تحملي في ولد خلينا نعرف الاول الجنين بيتكون ازاي. كلنا عارفين ان البويضه بتحمل نوع واحد من الكروموسومات اسمه كروموسوم اكس، والحيوان المنوي بيحمل نوعين من الكروموسومات، في حيوان منوي يحمل كروموسوم اكس وحيوان منوي يحمل كروموسوم واي. لو الحيوان المنوي واي مسك في البويضه اكس الناتج هيكون جنين اكس واي وده ولد. احنا عايزين الجنين يطلع ولد. زغرته يا اخوان يا حتى زغرتي والنبي. مبدئيا كده مفيش حاجه اسمها الطرق الطبيعيه للحمل بولد. ازاي يا دكتور؟ ده انا سمعت وشفت فيديوهات على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا بتقول ان في اكلات معينه بتجيب ولد، ان في اوضاع معينه للجماع بتجيب ولد، ان في اوقات معينه للجماع بتجيب ولد، ان في تشطيف معين بيجيب ولد. امال ما انا هقول لك ازاي. خليني اشرح لك واقول لك ان الخرافات دي جت ازاي بقى الحكايه بدات عام 1960 لما في عالم اسمه شيتلز بدا يدرس الحيوانات المنويه، بيبص عليها بالميكروسكوب. العالم ده قال ان في فرق بين الحيوانات المنويه اللي فيها كروموسوم واي والحيوانات المنويه اللي فيها كروموسوم اكس. قال لك ان الحيوانات المنويه اللي فيها كروموسوم واي بتبقى قصيره في الطول بتاعها، سريعه الحركه، بتموت بسرعه وبتعيش في وسط قلوي. والحيوان المنوي اللي يحمل كروموسوم اكس لانه هو اطول او طويل في الطول بتاعه ووزنه اتقل وبيعيش فتره اطول وبيموت في الوسط القلوي. ومن هنا بدات النظريات اللي بتقول ازاي تحملي في ولد. اول حاجه قال لك لو انت خلينا وقت الجماع قريب من ميعاد التبويض، يعني الجماع يكون في وقت التبويض مباشرة أو عند ميعاد التبويض، بحيث إن الحيوان المنوي واي بيكون هو أسرع من الحيوان المنوي إكس فهيجري بسرعة ويمسك في البويضة وبالتالي الناتج يكون ولد. دي أول نظرية. النظرية الثانية قالت إن يخلي في أوضاع معينة للجماع اللي إحنا بنسميها حاجة اسمها ديب بنتريشن، زي وضع السجود مثلا، بيكون في القصف أو السائل المنوي قريب من عنق الرحم، وبالتالي بما إن الحيوان المنوي واي سريع فهيوصل بسرعة للبويضة ويمسك فيها وبالتالي الناتج يكون ولد. النظرية الثالثة قال لك ان في بعض الاكلات اللي تحتوي على الصوديوم وتحتوي على بوتاسيوم كتير بتزود الحيوان المنوي واي، زي الموز والخيار والافوكاتو والمكسرات. طبعا محمد جوزك عرف المعلومه دي، نزل جري لم كل الموز في السوق، وحضرتك روحت البيت قاعده عماله تاكل موز عامله زي قرد الغابات، والناتج ان حضرتك زايده في الوزن وما جبتيش ولد ولا حاجه. النظريه الرابعه او الخرافه الرابعه قال لك لما تستخدم التشطيفات القلويه اللي هي تحتوي على بيكربونات الصوديوم دي بتخلي الحيوانات المنويه واي تنتعش وبتموت الحيوانات المنويه اكس، وبالتالي فاللي هيمسك في البويضه الحيوان المنوي واي. يا راجل حضرتك قعدت تستخدمي التشطيفات القلويه لغايه ما جيتي العياده بتصوتي من كتر الالتهابات المهبليه. كل الطرق وكل النظريات اللي احنا قلناها دي تعتبر كلام فارغ او خرافات. ليه خرافات؟ مع تقدم العلم والعلماء والاجهزه اللي بنبص بيها، الميكروسكوبات اللي بنبص بيها على السائل المنوي، العلماء وجدوا ان كل الكلام اللي قاله عالم شيتلز ده يعتبر بلح. انا كنت متاكد انه نوع على فكره. بالظبط كده. لما بصوا بالميكروسكوب على السائل المنوي لقوا ان الحيوان المنوي اللي بيحتوي على كروموسوم واي في منه انواع اللي هو الطويل والقصير والوسط، وانه ما بيختلفش كتير عن الحيوانات المنويه اللي بتحتوي على كروموسوم اكس. يعني الاثنين متشابهين في السرعه، الاثنين بيجروا بنفس السرعه، الاثنين بيعيشوا في نفس الوسط، الاثنين بيموتوا تقريبا في نفس الوقت، وبالتالي مفيش اختلاف جامد ما بين الحيوان المنوي واي والحيوان المنوي اكس. وبالتالي كل النظريات اللي اتبنت على الكلام اللي قاله شيتلز تعتبر خرافات وليس لها اساس من الصحه. تيجي واحده ناصحه تقول لي يا دكتور انا جربت الطرق دي وحملت في ولد. الرد عليها بيكون كالاتي: مش معنى ان انت جربت الطريقه دي وحملت في ولد ان الطريقه دي صح. اي ست في الدنيا عندها نسبه ان هي تحمل في ولد بنسبه 50% ونسبه ان هي تحمل في بنت بنسبه 50%. الله نفس المعنى. ايش هذا؟ يعني خلاص يا دكتور كده مفيش اي طريقه ان انا اجيب بيها ولد. الطريقه العلميه الوحيده المثبته علشان تحملي بولد هو الحقن المجهري مع اختيار جنس الجنين قبل نقله. باختصار كده هنشرحها، هي نفس خطوات الحقن المجهري. بنديكي منشطات وبعد كده نسحب البويضات منك ونجيب السائل المنوي بتاع الزوج ونعمل الاجنه. طيب نتج عن الحقن المجهري ده ان احنا طلعنا مثلا 4 أو 5 اجنه. بنسحب خليه من كل جنين ونوديها حاجه اسمها معمل الجينات او معمل الوراثه ونقول له شوف لنا الاجنه دي مين فيها الولد ومين فيها البنت. بيرجع لنا تقرير معمل الاجنه يقول لنا انا عندي في جنين ذكر من ال4 اجنه اللي انت بعتهم، او في جنينين ذكر من ال4 اجنه اللي انت بعتهم. بناخد الاجنه الذكور ونحقنها عند حضرتك في الرحم، وبالتالي لو حصل في حمل فانت بنسبه 100% هتحملي في ولد ان شاء الله. هل يا دكتور العمليه دي مضمونه ولا لا؟ الاجابه هي ولا. يعني اعمل ايه؟
مضمونه، لان انت لو احنا نقلنا لك الاجنه الذكور وحصل حمل فالناتج هيكون ولد بنسبه 100%. لا مش مضمونه، علشان بينطبق عليها نفس قواعد الحقن المجهري. نسبه نجاح الحقن المجهري في احسن المراكز وفي احسن الحالات بتكون من 50 ل 70%، وفي حاله تحديد جنس الجنين بتقل شويه لحد 50%، لان الخليه اللي احنا بنسحبها من الجنين بتعمل ضعف في الاجنه شويه، وبالتالي فالنسبه بتقل. نسبه نجاح الحقن المجهري مع تحديد جنس الجنين هي 50%، يعني ممكن انقل لك اجنه ذكور وما يحصلش حمل وتنزل عادي دوره. في النهايه احب اختم واقول لك ان الحمل بولد ده رزق من عند ربنا. لو مكتوب لك انك تحملي في ولد هتحملي في ولد باي طريقه من الطرق. ربنا قال ويهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فده رزق من عند ربنا هو كاتبه لك من قبل ما تتولدي. دايما تدعي ربنا ان ربنا يرزقنا الذريه الصالحه سواء ولد او بنت. الفيديو ده مهم جدا جدا بالنسبه لنا علشان نصحح المعلومات الغلط المنتشره. لو عجبك الفيديو اعملي شير عشان المعلومه توصل لاكبر عدد من السيدات. شكرا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.